مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في تغطيتنا لمسلسل المنظمة. دينيس بايسال 29 سنة، من مواليد أزمير، برج الحمل، الطول 171 والوزن 57، لون العيون بنية، مسلمة الديانة. دينيس اسم تركي ويعني البحر. تعرضت لكسر في أنفها عندما كانت تلعب كرة السلة مع أصدقائها. لديها أختين غير شقيقتين، الأولى من جانب الأم والثانية من زواج والدها الأول. حسب الصحافة فقد قامت بالعديد من عمليات التجميل خاصة لأنفها. ما رأيكم؟ ردت عبر تويتر بأحبكم على معجبة عربية طلبت منها قول شيء بالعربي. في لفتة طيبة قامت بالتبرع بثمن فستان زفافها للأطفال المصابين بمرض التوحد. كثيرا ما لقبها المتابعون بالمغرورة بسبب تصرفاتها، وآخرها تغريدة جاء فيها: أيها الممثلين الثانويين الذين يسربون صور من موقع التصوير، لو أنكم تستمعون للمخرج بدلا من فعل هذا لما أعدنا المشاهد عشرات المرات. كما قالت أنها تنزعج من الممثلين الذين يأتون إلى موقع التصوير دون أن يحفظوا النص. وأضافت: يوجد العديد من الناس يأكلون الخبز من هذا العمل، يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية. صدمت متابعيها بعد أن قامت بدعم المثلية عكس شريكيها في مسلسل فضيلة. كما ردت على العرب والأتراك المعترضين بنحن في 2020، كفى من التصرفات الجاهلة. كما كانت من الداعمين لأكرم إمام أوغلو أيام انتخابات إسطنبول في مواجهته للحزب الإسلامي. قامت أيام فضيلة وبناتها بغلق حساباتها في مواقع التواصل بعد الهجوم الكبير من المشاهدين بسبب حذفها شريكها تشاغلار من الانستغرام بسبب غيرة حبيبها حسب كلامهم. دافعت عن مسلسل الحفرة بعدما قام ضابط متقاعد برفع دعوى ضد العمل، متهمهم بأنهم يحرضون الشباب على الجرائم. فردت عليه دينيس قائلة: إن كنتم لا تعرفون معنى الخيال فلا تشاهدوا أرجوكم، إنه مجرد خيال. حكمت عليها المحكمة بدفع 112,000 ليرة لصالح شركة إنتاج مسلسل جناح طيور الحب بسبب انسحابها من العمل بشكل مفاجئ من أجل بطولة مسلسل قلب روزغار. نالت استحسان الأتراك بعد أن طلبت بشكل غير مباشر منهم التوقف عن متابعة كيم كارديشيان التي هاجمت أردوغان وسياسة تركيا الداعمة لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا. عند سؤالها عن أكثر مكان تريد زيارته، قالت أنها تريد زيارة مصر وبشدة، وأن لديها اهتمام بالمصريين وثقافتهم. يشبهها البعض بالممثلة الأمريكية سارة شاهي. ما رأيكم؟ وكذلك بالممثلة التركية جايا تورغوت نجمة مسلسل المحارب. ما رأيكم؟ تناقلت الصحافة أخبار مقاطعة ممثلي فضيلة لها بسبب قيامها بإثارة المشاكل في موقع التصوير. غيابهم عن حفل زفافها جعل الصحافة تعيد هذه الأخبار للواجهة. كما انتشرت أخبار كون توقف المسلسل كان بسبب خلاف كبير وقع في الكواليس بينها وبين ألب نافروز. عاشت أيام صعبة خلال تصوير مسلسل بنات فضيلة بسبب معاناة والدتها مع مرض السرطان، علما أنها عاشت طفولة صعبة بعد أن تطلق والديها وهي في سن 7 فقط. احتلت سنة 2018 المرتبة الأولى كأكثر ممثلة حديثا عنها في مواقع التواصل. يعتقد الكثيرون أنها الأخت الكبرى للممثلة جامري بايسال، إلا أن الأمر مجرد تشابه للألقاب لا أكثر. بعد النجاح العالمي لفيلم معجزة في الزنزانة رقم 7، قالت أن شريكها آراس بولوت أبكاها كثيرا، وأنه يتلبس الشخصية بشكل لا يصدق، إنه ممثل عظيم وسيكون طريقه مليء بالنجاحات. صور دينيس مع عائلتها. صور دينيس في الصغر.
غناء دينيز مع زوجها. رد فعل باريس على القهوة المرة. لديها قرابة 4.5 مليون متابع في الإنستغرام. ما رأيكم؟ هل تستحق الشهرة؟ كانت تربط دينيز علاقة بالنجم الوسيم فوركان أنديتش شريكها في مسلسل العروسات الهاربات. تزوجت سنة 2019 من المغني الشهير باريس يورتشو بعد أن شاركت كموديل في كليب لأغنيته. عند سؤالها عن الإنجاب قالت: لا نفكر في الحصول على طفل في السنوات القادمة. الطفل يحتاج الكثير من الوقت والاهتمام، إنه قرار صعب وليس هناك عودة للوراء. تعليقاً على النجاح الكبير لمسلسل المنظمة قالت: كنت أعتقد أن العمل سيكون ناجحاً وتوقعنا نسبة مشاهدة جيدة، لكن هذا الريت المرتفع كان مفاجئاً لنا. شكراً جزيلاً للجمهور. شاركت في مسلسلات العهد، فضيلة وبناتها، المياه العميقة، المدينة المفقودة، عروسات هاربات، الكذبة البيضاء، الخادمات، قلب روزغار، وفيلم معجزة في الزنزانة 7. عند سؤالها عن من ستختار في حياتها الخاصة بين الأخوين ياز وسنان قالت: لتكن هذه المواقف بعيدة عني، لكن لو كنت مكان هازان سأختار ياجيز لأنه مراع أكثر. ما رأيكم؟ كما قالت أنه لم يكن من المخطط أن تبقى هازان مع الأخ الأصغر ل40 حلقة، إلا أن تأثر الكاتبات بمواقع التواصل جعل القصة تتغير لمنحنى آخر. أزغي أيوب أوغلو 32 سنة من مواليد العاصمة أنقرة، برج الجوزاء، الطول 165 والوزن 58، لون العيون عسلية، مسلمة الديانة. أزغي اسم تركي ويعني اللحن الجميل. تخرجت من جامعة المعمار سنان. شاركت في مسلسلات القرن العظيم، أنت قلبي، الأسماك العاجزين، الانتقام، يا إسطنبول، عبد الحميد، ومسلسل حكاية عائلة. كما كانت ضمن أفلام رفيق الدرب وفيلم الحب لا يحتاج إلى عيون ترى. أزغي شانلر 28 سنة من مواليد العاصمة أنقرة، برج الدلو، الطول 168 والوزن 55، لون العيون بنية، مسلمة الديانة. تخرجت من قسم الرقص الحديث بجامعة حاجي تيبي.